لما ولادنا بيبنوا بلدنا، عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيهم روح وعزيمة وتحدي. لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز يدي بإيده يصنع، أصل دي مصر وخيرها كتير. نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم ونتحدى ظروفك يلا، لازم تبقى ابن الجدعان، لازم تبقى ابن الجدعان، لازم تبقى ابن الجدعان. أهلا بحضراتكم في برنامج الجدعان. الأسبوع ده وعلى مدى حلقات الخميس والجمعة والسبت هنقدم لكم مجموعة من الجدعان اللي تشرفنا بلقاءاتهم والانفراد بقصص نجاحهم على مدى عام 2020. ما ينفعش ننسى جدعان بلدنا أبدا. احنا يوميا تقريبا بنتواصل معاهم، اللي بيزرعوا واللي بيصنعوا رايحين جايين عليهم، لأنهم باختصار شديد جدا اللي بينوروا الطريق قدامنا وبيهدوا لينا بكل حب وعن طيب خاطر خلاصة تجاربهم. من الجدعان اللي زرناهم بجد أشرف عرابي، صاحب أول مزارع أشجار البولونيا في مصر بطريق الكريمات. 100 فدان زرعهم بالكامل بشتلاته اللي قعد 10 سنين يشتغل عليها. قصته حلوة وفتحت باب أمل لجدعان كتير تخصصوا في زراعة أشجار البولونيا. تعالوا نفتكر الجدوى الاقتصادية لزراعة النوعية دي من الأشجار. يعني ايه شجرة بولونيا؟ بدأت معاها ازاي؟ عرفتها منين؟ ليه أصريت على زراعتها؟ ليه صرفت كل المبالغ دي؟ 100 فدان في أكتر من 100,000 شجرة. لا، أنت عامل حاجة عظيمة جدا، احكي لنا. والله أبدا، بدأت بمزرعة زي أي حد عايز مزرعة، سواء يشغلها أو سواء يقضي فيها الويك إند. ده جنب شغلك في قطاع جنب شغلي الطباعة وقطاع المقاولات، صح كده؟ تمام. فأنا جبت مزرعة عشان أقضي فيها الويك إند، مش أكتر ولا أقل. عرفتها منين بقى؟ عرفتها في معرض صحاري سنة 2007. كنت في الوقت ده بدور على شجرة سريعة أعمل منها غابة للتنزه. وكنت متجه لجوجوبا، يعني كانت جوجوبا. كنت متجه لجوجوبا، وكنت رايح المعرض ادفع الفلوس واحجزها. بالفعل كنت وصلت لكده يعني. لكن فوجئت بالمعرض بالشجره، حد عارض كان شجره البولونيا اسرع شجره في العالم. في اليوم ده انا اتفرجت، شفت، دفعت الفلوس ودخلت في موضوع البولونيا على اني راجل صاحب مزرعه عايز يزرع غابه للتنزه السياحي. فعرفت شجرة البولونيا، تأكدت إنها أسرع شجرة في العالم. حجزت شتلاتها في نفس اليوم. استعنت بقى بولادي، دخلوا على المواقع، شفنا شغلها في الخارج، لقينا بقى إن الموضوع يتعدى بكتير موضوع الغابة التنزه السياحي، وإن دي ممكن تكون ثروة قومية لإنتاج الأخشاب. بالورقة والقلم، عندي 100 فدان مزروع فيهم النهارده كام شجرة؟ الفدان 1000 شجرة، ال100 فدان 100,000 شجرة. ممكن أنت كام شتلة في السنة من أشجار البولونيا في ال8 شهور اللي حضرتك بتقول عليهم دول؟ إحنا لغاية السنتين 3 اللي فاتوا كنا بننتج حوالي 100,000 شتلة. حوالي 30-40 بينزلوا هنا و30-40 بيتباعوا. استهلاك المية قد إيه في الشجرة دي؟ الشجرة 4 متر في السنة. 4 متر مكعب مية في السنة. فعندنا 1000 شجرة في الفدان، يبقى يعني 4000 متر مكعب بس كده. ودي حاجة قليلة جدا بالنسبة للأشجار العادية في السنة. حاجة عادية في السنة كاملة. شجرة البولونيا عايزة أرض خفيفة وصرفها كويس وحرارة مرتفعة ورطوبة، والشجرة الواحدة بتنتج تلت متر أخشاب، يعني كل 3 شجرات بينتجوا متر خشب. ثمنه في المتوسط $1200 عالميا. وعند التصنيع بتتقشر الشجرة بأجهزة عملاقة موجودة في مصانع دمياط على فكرة بسمك 1 ملم، وبيتلزق كل 3 شرايح فيعملوا أبلكاش سمك 3 ملم عشان نقدر نتوسع في هذا النوع من الأخشاب. ونوفر على مصر 3 4 5 مليار دولار بنستورد بيهم أخشاب من الخارج. تمام. ونوفر لمصانع الأخشاب في دمياط أقل تكلفة عشان نصنع الموبيليا بتاعتنا ونصدر للعالم كله بأقل تكلفة. مع خشب عالي. أنت محتاج إيه؟ في الأراضي اللي هتتقنن، في المساحات اللي لازم تتعمل، في المية تتوفر أي نوع مية، هل مية أبار، مية نيلية، مية صرف صحي؟ احكي لنا. حضرتك مصر فيها 25 محطة صرف صحي كبرى في محافظات مصر غير الصغرى. حضرتك كل محطة من دول
متخصص لها مش اقل من 10,000 فدان حواليها. كل محطة من دول بترمي ميتها في ترعة معدية على 20 و30 ألف فدان. هذه الأراضي كلها مخصصة غابات شجرية، دي نمرة 1. منهم الترعة اللي احنا عليها منطقة الصف 43 ألف فدان مخصصة زراعة غابات إنتاج أخشاب. كل المطلوب من الدولة تيسر الأمور على الناس. أنا أدخل مدام أرضي على مية صرف صحي معالج ومخصصة أشجار خشبية، عايز أول ما أدخل يقول لي الفدان ب1000 جنيه، ادفع الربع، ادفع الباقي بالتسهيلات، خد عقدك. لما هاخد عقدي بالسهولة دي هضخ فلوس ويشرط في العقد ان انا لو ما عمرتهاش خلال 3 سنين اللي هم هدفع فيهم القسط او 5 سنين او 10 سنين زي ما هيدفعني القسط يشرط. لسه مكملين معاكم حصاد عام 2020 مع الجدعان. برضو من قصص النجاح الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية اللي قابلناها في عام 2020 قصة الدكتور أحمد الكمار صاحب مصانع كمارة، ودي مصانع في القليوبية مساحتها تتجاوز 100,000 متر وبتصنع أجود عائلات الشوكولاتة والبسكويت والكيك. تعالوا نقابله. كيف بدأ المشوار الدكتور أحمد الكمار؟ أنا في 96 كنت في أولى جامعة في كلية تجارة، وقررت إن أنا أشتغل في العمل الخاص. يعني من البداية أنا عندي هدف إن أنا ما أكونش موظف في يوم من الأيام. فأنا قررت إن أنا هخش كلية تجارة، ودخلت كلية تجارة. وفي الترم الأول في نهاية آخر يوم في الامتحان في الترم الأول كنت أنا بدأت أشتغل في الأجازة بتاعت نص سنة طبعا. لغاية 99 أنا اتخرجت، وكان عندي هدف إن أنا أعمل مصنع كبير قوي. المصنع كان مصنع صغير تقريبا حوالي 175 متر، وده فعلا بدأت أشتغل. وبعد كده حصلت عندي بقى عصرة كبيرة في سنة 99. كان إيه السبب؟ أنا كنت في السنة الأخيرة في الجامعة في البكالوريوس، وكان دخلت في شغلانة بقى كنت أول مرة أخش فيها، وهي تصنيع حلوى المولد. أنا ما كانش عندي خبرة بيها خالص، ما عنديش أي خلفيات. كل خلفياتي بيها إن حلاوة المولد بتتصنع وبتتباع وفي أرباح كبيرة. فخرجت عندي فيها خسارة كبيرة جدا برقم فلكي. يعني تقريبا الرقم عمري ما انساه، 327,323 جنيه. يعني انا اللي انا كسبته في الاربع سنوات اللي انا كسبته في الاربع سنوات انا خسرته بلس الرقم ده. بقيت انا بالنسبه لي راس مالي ماينس الرقم ده. حكايه الدكتور احمد محمد عطيه الكمار بدات وعمره 12 سنه. تخيلوا اللي كان بيحصل. كان والده بيجيب قوالب الشوكولاته ويقسمها عليه هو واخواته ال5. طبعا كلهم كانوا يفرحوا وياكلوها، اما الدكتور احمد الكمار فكان يقسم نصيبه لقطع صغيره ويلف كل قطعه لوحدها بشكل جذاب، ويروح يبيعها لأصحابه في المدرسة ويكسب ضعف قيمتها. كان طفل نابه ذكي نشيط، ولما كبر كانت دماغه كلها في التجارة والتصنيع، أصله طول عمره رافض الوظيفة الميري، وكان عنده حق. بعد 99 يا دكتور ماذا حدث؟ خلاص أنا قررت حاجة من اتنين. لو أنا عندي المصنع يتباع ويجيب الرقم ده، فأنا هخرج وهتخرج من الصناعة يعني هشوف أي حاجة تانية هشتغل فيها. طبعا أول حاجة التارجت لازم أسد الناس، ده الفلوس دي دين عليا. فكان عندي هدف ان انا اسد الناس اللي هم اصحاب الخامات اللي اتدخلوا في الصناعه طبعا بالظبط. المورد السكر، مورد العسل، وهكذا. حطيت بلان ان انا هبدا اشتغل برقم صغير. كان عندي عربيه طبعا، بعت العربيه دي وبدات بالفلوس بثمن العربيه دي. جبت بقى مكنه صغيره بتعمل ايه، طوفي، نوجه، الحاجات اللي هي الايه الشعبي دلوقتي بنسميها الشعبي دلوقتي. بدات بيها وكان عندي تارجت ان انا احاول اسد، بس حجم الشغل ما كانش يقدر يسد الرقم ده. فقلت لازم نعمل حاجه غير تقليديه. عملت نموذج مختلف خالص عن الناس. قدمت كانت الاول حلاوه المولد لو حضرتك تفتكر من 24 سنه من 23 سنه تقريبا. تتعرض في الشارع بدون تغليف، بدون علبه، بدون غطا، تاخد بالقطعه واللي بيعبي بايده. فكانت حاجه برضو ايه. فانا عجبت مكنه التغليف، خل اول حد يعمل كل قطعه مغلفه في علبه مغلفه. وبعد كده كبرت بقى في الموضوع. كان عندي طلب غير طبيعي، طلب كويس جدا طبعا في الاريا اللي انا فيها في محافظه القليوبيه. السنه 2002 بقى بالنسبه لي كانت انطلاق كويسه. كنت انا خلاص تقريبا بقى ما عندي معليش
مليم لحد بقى عندي راس مال بدات اشتغل بيه. وهنا بدات اشتغل بقى افكر فكر تاني مختلف. انا كنت مضطر اشتغل في شغل الموسم فيه ريسك كبير قوي وفيه بروفيت، بس في النهايه انا مش حابب العب الريسك ده تاني. رحت جبت خط لانتاج الطوفي وقلت طيب ايه تاني السوق فيه طوفي؟ ما كل الناس بتعمل طوفي. ايه اللي ممكن اعمله جديد في الطوفي؟ برضو حاولت ابتكر فكره. وهنا بقى بدات ابص على حته تانية خالص، التصدير. من سنه 2002 وانا بدات افكر في التصدير بشكل كبير جدا، وفعلا الحمد لله كان عندي حجم شغل في التصدير كويس جدا. كنت بصدر طوفي بس. الدكتور أحمد محمد عطية الكمار اتخرج في كلية التجارة جامعة بنها، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيتسفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. أما الدكتوراه فكانت من جامعة كامبريدج في لندن في إدارة الأفراد، وهو المسؤول الأول عن الإنتاج والتشغيل وفتح الأسواق في مصنع هاب سويت. فتحت أسواق إزاي؟ بص، هي برضو بالمصادفة. أول بدايتي في التصدير كانت عن طريق السودان، وده تناسب مع الذوق السوداني بالصدفة. برضو بيلقط بالحاجة المسكرة. بالحاجة المسكرة. وأنا بالنسبة لي الطوفي بتاعي كان الميزة اللي فيه مسكر قوي عن الآخرين. فده كان بالنسبة لي كان ميزة، وما كانش يمكن ده سر ما حدش يعرفه لغاية دلوقتي أنا ليه كان الطوفي بتاعي نمبر 1 في السودان. فكنا بنطلع ما شاء الله كميات كويسة. بعد كده طب ما ده تصدير، بدأنا نتعلم الرولز بتاعت التصدير إزاي. بدأنا نفكر على أسواق تانية. دخلنا سوق اليمن. هنا أنا انتبهت للقصة إن أنا طوق النجاة بتاعي في الصناعة دي هو التصدير. صحيح. وده فرقني عن الآخرين بقى. يعني 2003 2004 بدأنا نطلع المعارض. كان أول معرض لينا في دبي تقريبا في 2005، وحطينا المنتجات وبدأنا خدنا عملاء بقى من جنوب أفريقيا، خدنا عملاء من فلسطين، من الأردن، من السعودية. يعني رجعنا على الأقل ب7-8 دول، واشتغلت مع دول فترة طويلة. بدأت بقى خلاص بقى بالنسبة لي المعرض بالنسبة لي أساسي لازما كل سنة. إيه المعارض الأخرى بقى؟ بدأنا نطلع بقى معارض أوروبا. كل معارض أوروبا 2008 تقريبا ما كناش بنسيب معرض في العالم احنا بنروح. العقارب كنا أول ناس انفردنا حصريا بقصة محمد بوشتا ملك العقارب والتعابين، واللي بيستخلص سمومها ويبيعها بالجرام، وكمان صنع منها كريمات لعلاج أمراض كتير في الجلد والعظم وخشونة المفاصل. تعالوا نفتكره ونعرف بيبيع الجرام بكام. انت ما خفتش انت تدخل تستخلص سموم عقارب؟ انت طالب في كليه اثار، مالكش علاقه بالطب البيطري، بعلوم الحشرات، باي حاجه ممكن تتعامل بيها مع هذه الكائنات، صح كده؟ فجاه انا هعمل مشروع استخلص عقارب وتعابين. الصندوق اللي ورانا يا جماعه ده فيه طريشات، يعني الطريشه دي اللي هي بتنط، يعني احنا قافلين عليها عشان دي ممكن تنط من الصندوق. فانت في مهنه شديده الخطوره. انت اتلدعت كم مره؟ العقرب 52 مره تقريبا. 52 مره؟ ده انت راسبوتين بقى، انت عملت مناعه لجسمك ولا اللي حصل؟ بس ده متوزع طبعا على مده السنين اللي فاتت. مقارنه طبعا ان سم العقرب هو اقوى واخطر فعلا من سم التعبان، ولكن الكميه بتفرق. كميه الدخول السم من العقرب واحد داخل جسم الانسان بتبقى اقل من 2/10، لكن التعبان بيعادل تقريبا افراز 150 عقرب. وطبعا وقفنا عند 2000 عقرب جبتهم وعملت مزرعه صغيره انت بتقول في مكان بالايجار في الفيوم، وبعدين عملت ايه؟ بعد كده بدأنا ان احنا نكبر المزرعة ووصلنا لعدد 8000. طبعا ده بعد مرور 3 سنين من البداية. طبعا كان الوقت كان كبير جدا ان احنا بدأنا نطلع السم، وبدأنا نتعامل مع بعض الباحثين اللي موجودين في مصر، وكان عندنا خلفية ان سم العقرب او التعبان وجه المقارنة ما بين الاسعار هنا في مصر وخارج مصر بنتكلم في اكتر من 12 ضعف من ناحية السعر بتاع السم نفسه او جرام السم نفسه. فتعاملنا كان محدود ان احنا نتعامل مع بعض الباحثين اللي بياخدوا بالجرامات، زي اقسام قسم السموم والطب الشرعي، او قسم السموم والادويه في كليه صيدله، او قسم علم الحيوان، او قسم الكيمياء الحيويه. طبعا معظم الباحثين دي لازم يشتغل على السم نفسه، بحيث ان الدكتور ما ينفعش يبقى دكتور سموم ومش عارف تاثير السم ده على جسم الانسان ازاي. فلازم التجارب بتاعته بتشتغل على الخامه نفسها اللي هو السم. وشركات تصنيع الادويه المفروض ان الشركات بتطلب السموم دي عشان تستخدمها في الادويه او مستحضرات تجميل او مش كده برضو؟ فين بقى؟ شركات الادويه بتقدر ان هي تصنع الامصال، وده المنتج الاول اللي بينتج من سم العقرب هو المصل نفسه، بحيث ان انا عندي لما حد يتقرص يقدر ان هو يروح المستشفى وياخد مصل. فبعض شركات الادويه بتقدر ان هي تصنع الامصال عن طريق استخدام سموم برضو العقارب، وعندنا عجز كبير جدا في انتاج الامصال في مصر. طبعا في
دول في افريقيا والشرق الاوسط عموما بيطلبوا كميات كبيره، وفعلا احنا مش قادرين نخرجها هنا. يعني احنا بنحاول ان احنا نساعد في جزئيه توفير الامصال بشكل عام، ان كان محلي او ان كان ان احنا نساعد في عمليه تصدير. فطبعا دي كانت لفتة برضو لينا ان احنا نحاول ننتج كميات اكبر عشان نقدر نساعد الشركات الادوية اللي موجودة في مصر. الفرص بتاعتنا بره عامله ازاي؟ عندنا فرص ان احنا مصر ممكن تبقى ليها باع في تصدير هذه المنتجات؟ طبعا مصر كان ليها ريادة كبيرة جدا في الشرق الاوسط من فترة كبيرة، لانها كنا بنصنع الامصال بشكل كبير جدا وكنا مغطيين العجز اللي كان موجود عندنا. والسموم كان لنا دور كبير جدا في التصدير السموم لمعظم دول اوروبا او دول جنوب افريقيا. طبعا حاليا الموضوع ده شبه يعني اتعدم في مصر. طبعا الموضوع قل جدا هنا في مصر. السعودية دلوقتي هي رقم 1 في الدول العربية التجارة في السموم، وبتاخد كميات كبيرة جدا من مصر، بتوصل 50 جرام كل 6 شهور. تقدر تنتج لغايه قد ايه يوميا مثلا؟ لا، ممكن نحسبها بشكل شهري بيبقى افضل شوية. يعني ممكن نخرج 100 جرام في الشهر. جرام ده رقم يعني؟ ازاي؟ اولا كميه السم اللي بتطلع من العقارب احنا اتكلمنا قلنا 2/10 من ملي على الجرام، فطبعا الرقم قليل جدا. لما اتكلم ان انا اخرج جرام واحد بتكلم في اكتر من 1500 عقر. لسه مكملين معاكم حصاد عام 2020 مع الجدعان. مفرخ الكيلو 21 بالاسكندرية أشهر مفرخ للأسماك البحرية في مصر، بينتج زريعة الدنيس والقاروص، وبيشتغل على تكويد مزرعة في قلب المفرخ لتصدير الأسماك البحرية لأوروبا عشان تكون نموذج. لكن عملنا لقاء مهم جدا مع الدكتور محمد العربي مدير المفرخ، لقاء يهم كل جدعان الاستزراع السمكي البحري. انا عايز اعرف ماذا يعني مفرخ كيلو 21، مدى اهميته، ايه الاسماك اللي بينتجها؟ انت حضرتك في المكان بتاع كيلو 21 اهم ما يميزه انه بيدار بفكر القطاع الخاص من تمام. اول لحظه. المفرخ ده احنا استلمناه 2011 او 2012، مشروع استلمه ابتدى يشغله بطريقه القطاع الخاص. اخذ الناس دربهم بره في ايطاليا، في اكبر دوله منتجه اسماك القاروص والديس ومميزه فيها. قعدوا 15 يوم في ايطاليا، اخذوا كل الخبرات الفنيه وتعلموا النو هاو واشتغلوا بايديهم. جم هنا وانا كنت معاهم، كنت سعيد الحظ بهذه الفرصه، وابتدينا نعدل المفرخ اللي كان عملوه الامريكان سنه 95. كان الناس هنا المعروف عن السمكه ان لان كانت البيع للزريعه للمزارع بيبيع له 10 سمكات 12 سمكه في الجرام، فالسمكه حساسه جدا. فاللي هو حضرتك لو بس نفخت فيها السمكه ماتت. لما يجي يصطاد بيلاقي السمك نصه ممكن يكون مشوه. طبعا السمكه المشوهه دي ما بيناش اي سعر، يعني لو القاروص ب 80 جنيه السمكه المشوهه ما تجيبش 15 جنيه، فاصبح كمان فقد السمكه المشوهه. لما سافرنا بره لقينا ناس بتتعامل مع السمك زي سمك البلطي كده، بس بيربي السمكه مش اقل من ربع جرام. فاحنا بنفرز السمك ده، بنعمل اختبارات المثانه الهويه عليه ونطلع السمكه واضحه جدا، المزارع شايفها وبيستلمها وبيسلمها احنا بنسلم على فكره مش بالعدد بالمناسبه، يعني احنا بنختلف عن اي مفرخ، احنا بنسلم بالميزان. الميزان عندنا مش مجرد كبشه كده بجردل وارمي، مفيش الكلام ده. احنا عندنا حضرتك الميزان ميزان حساس اكنك بتوزن ذهب. الجردل بيتعار عليه، بنصفره يبقى زيرو، ميه زيرو، وحط السمك يوزن. بعد كده العميل ياخد السمك ده يعده، ياخد عينتين 3 4 زي ما ياخد ويعد، وبناء على الوزن ده بنقدر عدد السمك في الوزن قد ايه، لان السمك البحري غالي. السمك لما باخده من عندك هنا يا دكتور بيتربى، ممكن الميه تبقى اقل من 36,000 جزء في المليون، يتحمل الصدمه دي؟ دي برضو تركه اتعلمناها من الطلاينه، ان انا بعمله هنا اقلم. انا حضرتك بتيجي قبل ما تستلم مني السمك بتقول لي انا ملوحه المزرعه عندي 20، بتنزل تدريجيا، بقول لك تيجي تستلم بعد اسبوع، باقلمه لك لغايه 20 درجه، لغايه 20 ملوحه لمده اسبوع، بحيث تيجي تستلم سمكتك ملوحتها هي ملوحه المزرعه اللي عندك، عشان ما يحصلش اي صدمه للسمكه. امتى اقدر اخد السمك وازرعه؟ يعني موسم الاستزراع امتى؟ دايما الموسم عندي طول السنه، من غير البلطي. البحري مختلف عن البلطي تماما، بس الخوف دايما في نقل السمك البحري في الصيف، هو شديد الحساسيه لدرجه حراره عاليه. فانا عاده حتى لما بنقل، يعني انا نقلت سمك من هنا راح شلاتين في شهر 8 في عز الحر، بس نقلنا بطريقه فنيه مظبوطه. نقلنا في كونتينر براد
واتنقل 18 ساعه، بس كان السمك جوه اكياس باكسجين، جوه فوم. صندوق فوم. استحمل 18 ساعه، ما كانش عندي نسبه وفيات تماما. هنلعب في البحر؟ لازم. رايحين؟ لازم. بقى عندنا كم موقع متوافق عليه من هيئه العمليات في القوات المسلحه؟ اولا هقول كلام مش مجامله ولا الدعايه، تحسب للرئيس، لان احنا بقالنا كتير بنحلم بموقع واحد، انه فتح القصه دي وخلانا نقعد مع بعض كهيئات، هيئات معنيه بهذا القطاع في هيئه العمليات، ونتفق على مواقع. تم الموقع في الاخر على 21 موقع. تمام. صدرت الموافقه فعليا؟ صدر الموقع من هيئه العمليات بموافقه كل الجهات المعنيه، يعني ما حدش دلوقتي يقدر يقول لي لا اصل انا مش موافق على الحته دي، لا. واللي يشتغل هيشتغل بامان، يشتغل على طول. تمام. يشتغل من بكره، مش هيضطر يلف على زي ما كان بيحصل قبل كده، يلف على كل جهه ياخد موافقتها. لا، معاك موافقه من هيئه العمليات بتقول لك ازرع، واخد بال حضرتك؟ ولذلك ال 21 موقع دول، اولا الموقع مساحته قد ايه؟ ودي ميزه، الموقع مساحته 2 كيلو متر مربع، يستوعب ياخدها واحد. الموقع الواحد من ال 21 2 كيلو متر مربع، تمام. يستوعب كميه من القفص حد اقصى 400 قفص، بطاقه انتاجيه 20,000 طن. 400 قفص يعني مليار جنيه يتحط في الميه. بالظبط كده، بس بيطلع كام؟ 20,000 طن. منها ال 21 موقع منهم 11 موقع في البحر المتوسط، و10 مواقع في البحر الاحمر. تمام. كلهم جنوب البحر الاحمر. في اسماك معينه هنا واسماك معينه هنا. طبعا احنا اللي هنقول. طبعا. لا، يعني انا اللي هقدم له. احنا محددين للمستثمر ده الارشاد. محددين ده يا فندم. ايه بقى؟ اولا هيئه الثروه السمكيه هي شغلتها تقوم الدعم الفني للمستثمر. كويس كده؟ اي معلومات فنيه بنقدمها. انما يعني حضونه يا دكتور ونطبطب عليه، صح؟ جدا جدا. ده عايز اقول لحضرتك ان المستثمر ده لازم يبقى جوه قلب عيوننا، لان ده لا يفتح لنا سكه ثانيه خالص، هينقلنا نقله ثانيه خالص. خد بالك، الاسماك اللي هتطلع من القفص دي كلها تصدير، ما فيهاش هزار. صحيح. وسوقنا المحلي من حقه ياخد اسماك بالجوده دي. غير كده كمان انا هدي للسوق المحلي انواع من الاسماك يقدر ياكلها بحري رخيصه، واخد بالك؟ يعني معمول حسابنا في الدراسات لما حطيناها الانواع اللي تتصدر فاخره، والانواع اللي تستهلك محليا بسعر يتناسب مع السوق مع المواطن وفيها قيمه غذائيه عاليه. يعني في اسماك البحر المتوسط احنا حاطين انواع من الاسماك طبعا زي القاروص والدنيس واللوت والوقار ال 111 والبلاك جاك والسكيب جاك واللمبر جاك، دول 3 انواع بيستخدموا في تصنيع التونه، فده استثمار تاني. مجمعات بني سويف الصناعيه، حلقه كانت لا تنسى عن مشروعات المجمعات الصناعيه اللي انشاتها الدوله، وعددها 13 مجمع لغايه النهارده لصالح صغار المستثمرين والشباب، منها 3 مجمعات في بورسعيد ومدينه بدر ومدينة السادات وتم تسليمها واشتغلت فعلا، و7 مجمعات صناعية حديثة فيها أكثر من 1657 وحدة صناعية بتمثل المرحلة الثانية، وأنشأتها الدولة كاملة المرافق والبنية الأساسية والخدمات بالأسكندرية مرغم 2 والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر. وال7 مجمعات دي لسه هتتسلم للشباب وصغار المستثمرين. أما المرحلة الثالثة فمخطط ليها لغاية النهاردة 3 مجمعات صناعية. تعالوا نعرف إيه اللي حصل في بني سويف. عايز أعرف كيف بدأ هذا المشروع من بدايته في عام 2015. الفكرة جت منين؟ المجمع ده والمجمعات الأخرى اللي مطروحة دي هدية مصر لشبابها. القيادة السياسية بترعى هذا الموضوع بشكل مباشر. عايز أقول لحضرتك إن دي مش مجرد هدية، ده مصر اللي جاية، ده الاستثمار الصناعي اللي هيبقى إن شاء الله في مصر بإيدين ولادها وشبابها، اللي احنا كلنا بنقف ورا ظهرهم ونساعدهم ونشجعهم ونذلل جميع الصعاب اللي ممكن تقابلهم. دي فكرة المجمع والغرض من المجمع. اللي بنشتغل دلوقتي حضرتك بنطرح كراسات الشروط ل7 مجمعات على مستوى الجمهورية، منهم المجمع اللي سيادتك يعني مشرفينا فيه النهارده. أشكرك. المجمع ده مجمع من احدى المجمعات اللي شيدت وتم انشائها في محافظات الصعيد. ده الشكل العام اللي حضرتك اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. حضرتك بياض العرب في المنطقه الصناعيه، اختيار شديد الذكاء. اكيد يا فندم، اكيد. تم ازاي؟ تم وفقا لمعطيات كتير قوي، منها قربه من المحاور الرئيسيه والطرق الرئيسيه اللي قريبه من محافظه بني سويف. من اللي بصينا برضو عليه في الحاجات ده، طب المكان ده يحتاج ايه الانشطه الصناعيه اللي نقدر ننفذها هنا؟ المستثمرين هنا محتاجين ايه؟ طيب ده في سياق ايه بقى كله يا فندم؟ ده في سياق ترسيخ وتدعيم المنتج المصري وسد الفجوات الاستيراديه اللي احنا كنا بنشتكي منها كبلد في الفتره السابقه. ده روعي، وبناء عليه تم تحديد الانشطه اللي اخترناها. هو في 4 انشطه هنا، في النشاط الغذائي، في الهندسي، في المعدني، في الكيماوي. كل الانشطه دي
روعي حتى فيها عدم تأثيرها على بعضها البعض. بعضها تمام. البعض. بمعنى السادة المستثمرين الراغبين الحصول على الوحدات بيشترط إن هم يقدموا دراسة أثر بيئي قبل البدء في المشروع لضمان حاجتين: إن النشاط اللي هيعمله ده نشاط آمن بالنسبة ليه أو لغيره، وعدم تأثير ممارسة هذا النشاط على الصناعات الأخرى والأنشطة الأخرى اللي موجودة داخل المجمع. على فكرة، الجدعان اللي عايزين يفوزوا بوحدات المجمعات الصناعية لازم يتوجهوا فوراً لفروع هيئة التنمية الصناعية أو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وياخدوا إذن دفع البنك اسكندرية للحصول على كراسة شروط أي مجمع صناعي عايزين يشتغلوا فيه، وبعد سداد 500 جنيه ياخدوا كراسة الشروط ويملوا بياناتها ويردوها لهيئة التنمية الصناعية بكل المستندات المطلوبة زي دراسة الجدوى ودراسة البعد البيئي للمشروع وأوراق الشركة وغيرها. حضرتك انا متاح ليا ان انا اخد واحده واثنين، انا الصناعه بتاعتي ما ينفعش فيها 400 متر او 600 متر، انا عايز 1000 متر. ده اتعمل المره دي. يعني اللي كنا بنشكي من النقطه دي قبل كده، ان انا عايز اخد مساحه اكبر من المعروضه. المكان كويس بس المساحه محتاج مساحه اكبر. فروعي في الطرح اللي احنا بنعمله المره دي ان متاح للمستثمر الواحد ان هو يحصل على 8 وحدات. 8 وحدات. 8 وحدات. ومعالي الوزيره في اخر اجتماع احنا حضرناه نيفين جامع اشارت سيادتها ان ممكن اكتر من 8 وحدات، بس شريطه اثبات الجديه ويقدم المستثمر الراغب في ذلك الدراسات اللي هي اللازمه للحصول على اكتر من 8 وحدات. استخدام الوحدات الصناعية لضوابط وشروط لمنع العشوائيات في المجمعات الصناعية، وهيكلمنا عنها المهندس خالد عادل ممثل هيئة التنمية الصناعية في الإشراف على إنشاءات المجمع الصناعي في بني سويف. احنا موجودين في وحده صناعيه، قول لنا عملت فيها ايه؟ طبعا احنا عملنا الوحدات هنا ب3 نماذج مختلفة، 3 مساحات 432 540 648. تمام. بالظبط. طبعا الوحدة بيبقى فيها مدخل مية، مدخل صرف، كهرباء، حنفية حريق. كل الوحدة كلها مجهزة ان يجي المستثمر يجي يفتح يخش يشتغل. لسه مكملين معاكم حصاد عام 2020 مع الجدعان. من المزارع الحلوة قوي اللي زرناها وخاصة بتسمين أفضل سلالات العجول في العالم مزرعة جوجوس رانش اللي أنشأها الشاب يوسف مختار، وكانت حلمه من طفولته. كان عنده الأنجوس والهيرفورد والبراون، ودي من أفضل سلالات اللحوم في العالم. المزرعة مساحتها 10 فدان في النبارية، ويوسف بيأكل العجول شعير وبطاطا وجزر، وبيسمعها طول النهار موسيقى ولا أروع من الأغاني الفرنسية واللاتينية، حاجة دلع يعني، وكانت تستحق الزيارة. اللحمة بتاعتك مختلفة، الموسيقى اللي انت بتسمعها انا بحس ان العجول حافظة الموسيقى اللي انت بتحبها، الكلامك حافظينه. اللغة دي اتعملت ازاي؟ انت بتتكلم اللغة بتاعتهم؟ لا ده حقيقة العشرة، كتر القعدة معاهم والحيوان دي روح، فانت ده اكل عشنا بس بنتقن فيه شوية يعني، بنحب. ايوه الحب، انت شغالة بالحب. وهكلمك على 4 حاجات كده بنعملها عشان عايز اعرفهم. انت حكيتهم لي بس انا عايز الناس تسمعهم. يعني ايه تعمل حتة لحمة الناس تحبها؟ حلو قوي. اول حاجة السلالة، جبت سلالة حلوة هتقدر تعمل حاجة اسمها قطعيات. طعم البرجر بيبقى مختلف عشان سلالة اللحمة الحلوة بيكون بطبيعتها نوعية الدهن تخلي اللحمة طعمها أحلى. تاني حاجة الأكل، احنا بنأكل أو بناكل اللي بنأكله للعجول. هنا في جوجوس رانش عندي فكر اللي لازم تدي حيوان 20% من بروتينه حاجة طبيعية. الطبيعية دي بقى مثلا دلوقتي انت شفت النهاردة موسم البطاطا، شهر الجاي شعير، ممكن يبقى جزر، ممكن يبقى خرشوف. ده بيخلي الحيوان اولا بيفرق في طعم اللحمه، جزر وخرشوف وبطاطا وشعير حسب الموسم. الشهر ده مثلا بطاطا، لو كنت جيت لي الشهر اللي فات كنت هتشوف اللي قبل اللي فات خرشوف، وقبليه كان جزر. الشهر الجاي هتلاقي شعير. كل ده بيفرق في حاجتين، اولا طعم اللحمه، وتاني حاجه طبعا الحيوان نفسه بيزهق، فبالنسبه له ده بيعمله بنقول ابيتايت او فتح شهيه. تالت واحده بقى اللي انت بتكلمني عليها الرعايه. الحيوان ده عايز بيئه مريحه عشان يقدر يعني يبقى معاك في صحته احسن، او بنسميها جزء الصحه. ده من اول
دي يمكن مدرسه الناس عجول هنا، انت هنا هي- مدرسه. طب ده انت عندنا ناس بتعلم بتقول العجول لك مش بتربيها. عايزين نيجي نقضي معاهم يوم. ونمرة 4 التعتيق. يمكن 3 ما بتفرقش معاك قوي، بس الطعم بيفرق معاه 1 و2 و4 اللي احنا كنا لسه. التعتيق ده فكر انت مطبقه هنا. التعتيق ده فكرة عالمي. اتعلمته فين؟ ده بص، التعتيق ده حاجة عالمية. حتى لما هو بيديك فيه نوعين من التعتيق، في حاجة اسمها التعتيق مش عارف ده اسمها ويت ايج ودراي ايج، يعني الجاف او اللي بنسميه مبلول. الناس ساعات بتحط اللحمة في فاكيوم وتقعدها اسبوعين، ده يبتدي يطري اللحمة. الدرجة الأعلى شوية اللي هو التعتيق الجاف، ده له مكان خاص بتحط فيه لنسبة رطوبة معينة، نسبة حرارة معينة، اللي بتخلي اللحمة بطريقة معينة بتكسر الإنزيمات، ومن هنا بيبتدي العروق دي تبتدي تزيد. يعني لو بدأ عندي عرق، مع الوقت تلاقي العرق ده توغل جوه اللحمة، وهو ده اللي بيبتدي يديك الطريان والطعم اللي احنا بنتكلم فيه في اللحمة. بالمناسبة يوسف مختار بيربي في مزرعته البط الفرنساوي والفراخ البيضة والحمراء والرومي والماعز البور والعساف والبلدي والجمال، وعنده أنواع نادرة من الديوك والفراخ والحمام والنعام والخيول وجوزين طاووس مفيش أعظم من كده، شكلهم روعة، ودايما بيحب يلعب معاهم وحاططهم في أقرب مكان لبيته اللي في قلب المزرعة، أصله مقيم في المزرعة من لحظة إنشائها. احكي لنا عن مصنعاتك، ايه هي المصنعات ونلاقيها فين؟ هكلمك تقسيمة العجل حتى عشان تكون حاجة مفيدة للناس، وايه اللي بيطلع منها، وده طبعا احنا كله بنعمله. الكتف دي من أطعم حتت في العجل، بس بتكون ممكن من انشف الحتت في العجل، فلما بتتفرم بتاخد الطعم كله. عندنا بقى بنبيع برجرز، كفته، سجق، لحمه مفرومه، عندنا حواوشي بنعمله لغايه بيتي. فدي مصنعات الكتف. الفخذ عشان الحركه بتاعته بالظبط، فبيدي طعم حلو قوي. بس انا لو جيت خدت لك حته كتف الا حته واحده بس معينه نستثناها، هتكون ناشفه، اسمها فلات ايرون، ودي تاني اطرى حته بعد الفيليه. نيجي بقى للجزء اللي في النص، ده اسمه اللي بنسميها الجزء الذهبي، او الجزء اللي بيطلع منه القطعات الغاليه. من اول سادس ضلع ده بقى الضلوع بيطلع منه عيله كبيره، ريب اي اللي من غير عظم، ريب ستيك. كده وصلت لكام منتج في دواجن واللحوم؟ سؤال احرجتني عشان يمكن ما عديتهمش، بس اظن لا خلاص بطلت. بس لا الاسكيوز يعني ما بنتكلم تقريبا في 30 صنف. 30 50. يعني عندنا حاجات اصلا مثلا تاكوز بنبعت بنعمل حاجات ساعات احنا بنبعت للناس وجبات، يعني عايز البرجر ببعت له البرجر بالعيش، عشان مثلا كان في زباين عندنا بيجوا يجربوا الحاجه هنا، فبيروح بيقول لك انا عايزها زي ما انا اكلتها هنا. يعني البط ده مثلا بنسلقه، بنبعت معاه الصوص بتاعه، بنبعت معاه كل مواد الطبخ في 5 دقايق تك 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 يعملوه، فده بيزود عدد المنتجات. تربية طيور الرومي مهمة مش سهلة، وبرضه مش صعبة، عايزة بس ذكاء وتواجد في المزرعة ورعايتها بيطريا بشدة. ده اللي عرفناه خلال لقائنا مع المهندس عماد هنطش، وده مربي بقاله 35 سنة شغال في تربية الرومي. تعالوا نقابله. احنا دلوقتي موجودين في عنبر بتاع امهات بياض لانتاج كتكوت، تفريخ رومي بلدي. تمام صح؟ تمام. ده صاحب يتباع بكام الكتكوت ده؟ الكتكوت ده سعادتك بيتراوح ثمنه تبع العرض والطلب، لكن بيتراوح من 8 جنيه لحد حاليا دلوقتي وصل ل 14 جنيه، لان احنا في موسم صيف دلوقتي ومعظم الامهات ما بتنتجش. طب والمستورد بقى؟ المستورد الفرق ياما، اللي هو الرومي الابيض. الرومي الابيض الكتكوت عمر يوم بيتراوح من 65 جنيه ل 72 جنيه. طبعا الكتكوت الواحد احنا بنستورده بالكامل مش كده؟ بنستورده بالكامل. انت راجل ربيت الاثنين. أيوة. ربيت البلدي، الرومي البلدي اللي هو الاسود، وربيت الابيض. تمام. واحنا دلوقتي في عنبر الاسود اللي هو المحلي. تمام. مواصفاته ايه؟ اجيبه ازاي؟ كتكوته منين؟ نعم. فهمني كده، اديني مشروع. نعم. الكتكوت الرومي البرونزي او الكتكوت الرومي البلدي بيقعد معاك 50 يوم على ما يديك 500 جرام، 40 يوم عشان يديك 500 جرام او 600 جرام. تمام. في حين ان المستورد في 30 يوم بيديك كيلو وربع. ادي فرق، ده فرق ما بين ده وده. ده يقعد 6 شهور علشان يديني 6 كيلو او 7 كيلو. الثاني ده الذكور؟ الذكور. طب والاناث بتاعته؟ من 3 كيلو ل 3 ونص 4 كيلو. فرخه كبيره يعني، فرخه ام يعني. ايوه. ف6 شهور تخيل على ما يديك 4 كيلو. الابيض المستورد في 90 يوم بيعمل متوسط 18 كيلو. خلي بالكم، كل 2 كيلو 300 جرام علف بتدينا في الرومي المستورد كيلو لحم، وفي الرومي البلدي كل 3 كيلو 500 جرام بتدينا كيلو لحم. ولازم نبدأ بعلف 29% بروتين لمدة 40 يوم، وبعدها ننزل بنسبة البروتين تدريجياً ل 23 و21 و19%، وده لغاية عملية البيع. الشاب اللي عايز يربي شوية رومي كده عشان يطلعهم للسوق، ايه المخاطر اللي هتواجهه وهو بيربي؟ والله يا محمد انا اللي عايز، الشاب اللي عايز ياكل عيش انا بنصحه بيشتغل في المستورد افضل كمان. تمام. لسبب المستورد سريع النمو، ولو عنده شقه فاضيه واخد
20 ديك بس. تمام. 20 ديك لو اخدتهم متوسط سعرهم عمر شهر، يعني عدى المرحله الحرجه 110 115 جنيه الديك. هيبقى كلفتهم كلها كام؟ ولو هو جاب لهم الشويات العليقه، لو هو بيشتغل في اي مكان كل مدى جاب لهم الشكرتين العليقه، وصلهم لل 90 يوم، اضرب ال 20 ديك في متوسط 20 كيلو. 20 كيلو في 20 كيلو. اصبح عنده تقريبا 400 كيلو لحم. 400 كيلو لحم لو باعهم في متوسط 35 جنيه بقى معاه رقم دخل في 12,000 او 13,000 مثلا. وشغل مكلفه ايه؟ في شقه فاضيه فوق من شقته، ما هوش محتاج كلفه عاليه. فاللي عايز اي شاب انا بنصحه اعمل المشروع وما تخافش. اتنقلنا مع المهندس عماد مصطفى هنطش لمزرعه الرومي المستورد الابيض، واللي بيوصل سعره عند البيع كلحوم ل 35 جنيه للكيلو جرام الواحد. وخلي بالكم سعر كيلو لحم الرومي البلدي من 40 ل 50 جنيه. الكتكوت ده بيجي من بره مرهق طبعا مع جرح الطيران، وبيدخل حجر تحصينات وعينات. طبعا بتستقبله ازاي هنا؟ في حاجه بتريحه؟ في اكتر من مدرسه. في ناس بتستقبله بيجيب الميه ويحط عليها مثلا 2 كيلو عسل نحل. يا عيني. طبعا. فبيقلب ال 2 كيلو عسل نحل دول على الميه ويبدا يمسق له بيهم. يزيد على كده حاجه، انت جايب له علف 29، ما يمنحش ابدا انك تجيب له 3 4 5 كراتين بيض وتسلقهم وتقشرهم كويس وتيجي ملخبطهم على العليقه. تمام. طب في ناس تانية بتستقبل بلبن جاموس، بيجيب مثلا 10 كيلو لبن جاموس. ده تربيته غاليه يا عم. لا ابدا مش غاليه والله ولا حاجه. هو بيستهلك ميه ايه يعني؟ هو بيستهلك ميه ايه في الفتره دي؟ ما بيستهلكش ميه كتير ولا حاجه في الفتره دي. كل 2 كيلو لبن على جردلين ميه وابدا امسق للكتاكيت. فدي كلها دي اول يعني احطها في الساعيات قصدك؟ امسق دي احطها في الساعيات. دي الف ب استقبال كتكوت. تمام. خلاص استقبلته، عدى 6 ساعات على كده تقريبا. شد حيله بدا الفرخ يلف في العنبر، درجه حراره العنبر مظبوطه، التهويه مظبوطه، ابدا اقدم علفي واشتغل مع الكتكوت. تشتغل معاه ازاي بقى؟ اشتغل معاه بقى بعلف عادي وميتي، وابدا من تاني يوم ابدا استقبله بمضاد حيوي خفيف. الفراخ الابيض ده في الميه فرخ الابيض ده مناعته جميله جدا ومقاومه جدا وهو بيستحمل. مفيش داعي ان المربي يرهق نفسه بمضاد حيوي تقيل. ليه؟ انا بقول لك ادي مضاد حيوي خفيف علشان لما يحصل لك اي دروب او اي عارض مرضي تلاقي مضاد حيوي اقوى تخش بيه. بكرة الجمعة رحلتنا مستمرة مع جدعان بلدنا، وهتقابلوا معانا داليا أبيل دينامو صادرات مصر في قطاع الحصلات الزراعية والصناعات الغذائية، والدكتور أحمد عبد الحي خبير التسويق والرئيس التنفيذي لشركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية. كمان هنقابل السيد ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، واللي هيكلمنا عن جهود تمويل النشاط الصناعي.